البطون. لكن بكل اسف ده لو اتربى كده يبقى قابلني لو عملت نهضة لشعب هيبقى كل همه هو الدعارة وسجارة المخدرات، وكل مفهومه انه يتفرج على واحدة عريانة. اولى حلقات محمد سعد لانه فاهم كيف يخاطب العقل الذي سطح عبر سنوات طويلة، فقال لك الله هات له هيفاء. وكأن والله انا على المستوى الشخصي يعني انا مش شايف هيفاء دي، يعني انا مش شايفها ست اساسا، يعني انا شايفها اراجوز، شايفها اي حاجة تاني. انا ما اعرفش يعني هي عشان قلعة ملط تبقى ست. انا يعني فعلا حاله في يعني امال لو طب ما ناخد الشعر المصري ونطلع بيه على روسيا ونفرجهم اللي بيحصل في روسيا ايه هناك، ونفرجهم هناك شكل الستات في روسيا ايه لما دي ست اللي فرحانين بيها دي، لما دي تبقى ست. امال بتوع الروس دول يبقوا ايه؟ ولا الناس اللي هناك دول ايه؟ ايه التهريج ده وايه السخافه دي وايه قله الادب دي وايه التجاوز ده وايه الوقاحه دي؟ ايه ده؟ ولا وزير الثقافه يتكلم؟ ولو كلمنا وزير الثقافه بقى الدكتور حلمي نمنم بقى يقول لك يا اخي حريه راي وابداع. انت بتهزر؟ دي حريه راي وابداع، ما تقلع ملط تمتع العيون، يقول لك كده. انما بس يعني تعالى الشيخ ده مطول دقنه 3 سم اقطعوها، الشيخ ده بيقول ده حرام وده حرام وده حلال. النهارده الكنيسه في الارجنتين طالعه تقول اللي هيقول تعداد نسل او اجهاض عشان الفيروس بتاع اسمه زوكا ده ولا اسمه ايه اللي بيطلع الجنين راسه صغيره، زوكا ده الجنين راسه صغيره، قال لك اللي هيطلع يقول كده ما احنا الكنيسه متطرفين دول بقى. ليه يا عم القسيس بتقول كده وليه الكنيسه بتفتي بكده؟ قال لك هذا ثابت من ثابت الدين، ما فيش حاجه اسمها تحديد نسل والكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوا عليه ده لاي سبب من الاسباب. قامت الدنيا، احنا بقى نعمل ايه بقى؟ نقول دول متطرفين؟ نطلع نقول الكنيسه المتطرفه ونصوب سهامنا ليها ونقول هؤلاء المجرمين المتطرفين الاغبياء اللي مش فاهمين يعني ايه مسيحيه ويعني ايه